السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ مبارك اواشركم، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم كيفاش داز عندنا الاجواء ديال العيد. صراحه كنبين لوح لكم البارح، ولكن نتوما عارفين مع العيا وهكا ما قدرتش صافي ما قدرتش باقي رمونطي ما ندير والو، خليته حتى اليوم. وكنتمنى يعجبكم وفرجه ممتعه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهنا كيف كتشوفوا با كيصلي بين صلاه العيد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من بعد ما سالينا مشينا انا اختي وجدنا. المهم انا درت البغرير، هي درت الملوي. كيكه درتها البارح بالليل، وحلوه كما كيقولوا ديال دوازتي كنت درتها شي يومين دابا هادي. المهم غير ما نحطوه في الفطور في الصباح ديال العيد وصافي. صافي سالينا وجدنا الطبله وجلسنا كنفطروا. المهم شحال حنا مبارك عواشركم، تعيدوا تعاودوا. من بعد مشى با باش يذبح، عاوننا شويه انا واختي. هنا علقنا الشحمه، ما عرفتش نتوما كديروا بحالنا ولا لا. المهم امي كتصاوب الكرشه، كنعاونها كنصور وكنعاونها في نفس الوقت. غير بغيت نوريكم الطريقه اللي كدير. ما كتستعمل لا خل لا بيكربونات لا خماره لا المهم داكشي كامل كيما ما كتستعملوش. كتنقي الكرشه عادي كيما مولفه كدير، مش بحال هادي.
الطرف ديال فخر صغير غسلتيه مزيان ودخلتيه لداخل الطريفات غسلته مزيان تطلق داك الحموم اللي خصو كاين فيه في الأوبرا ديال الفخر. هاد الشيء هكا في وسط المصرا وتتخلط يعني صراحة حنا ما تنلحوهم، كاين اللي فيه اللحوم ما نلحوهمش. هاد الخير كلشي راه مزيان. كاين اللي يقول لك كاع ما تناكل الراس، ما تناكل المصار، ما تناكل، علاش ما ناكلوهمش؟ ولا سالي نسيت العيد الكبير ما تفتح فيه حتى شي حاجه. الحمد لله. ملي كيذبح با ما كنجلسو حتى كنقيو كلشي، الكرشه كتنقى، كلشي كيتنقى، عاد كنجلسو عاد كنشعلو الفخر. با حنا شعلنا حتى جوي ديك 3 ونص هكا ولا 4 كاع باقيلا. وهنا با كيشوط الراس، كنا مره كنجي نطلع عليه نقول ليه با فين وصلتي، كيقول لي هاني الراس والكرعين. نتوما عارفين اللي عادي، هذه عاده عندنا حنا، الا ما شوطيه في الدار شوطيه في الزنقه. كاين الدراري كيشوطوه في الزنقه. الوقت فاش كنكونوا وجنا فاخر باش نديروا الكبده وسميتو، كتكون ملي كتوجد التقليه عيطت عليا هنا باش نجي نشد معها، حيت كنديروا سميتو الكباب وفي نفس الوقت كنديروا التقليه كطيب على خاطرها. ما عرفت واش كلشي كديروا كوك ولا لا، كل واحد كيدير. كاين اللي كيدير الضلع، كاين اللي كيدير الراس كيفورو في نفس النهار، كاين اللي كيدير الراس كيفورو ولا الضلعه ولا التقليه كما كنديروا حنا هكا. دابا صافي هنا امي كنعاون امي باش تقطعها. ومن بعد غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش كنصاوب التقليه. وهنا دابا غادي نصاوبها. اول حاجه كندير تقليه كتسلق. الغليه الاولى صافي كنطفي عليها، كنصفيها من داك الماء وكنخلي داك الشحمه وداك المصار وداكشي كنخليهم. المهم غادي نديرها في كوكوط، غادي ندير كلشي دقه واحده، غادي ندير الزيت، الثومه، البصله، القزبور، العود ديال القرفه، المصير والحار اللي شفتو ما غادي نديرو حتى الاخر، عاد غادي نديرو. المهم كلشي كيدار دقه واحده، الثومه، البصله، الزيتون، العطريه، القزبور، المعدنوس، العود ديال القرفه. الا عندكم ورق سيدنا موسى ديروهم حتى هما، انا ما عنديش درت عود القرفه. صافي العطريه فيها معلقه ديال الخرقوم بلدي، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال البزار، والمعلقه ديال التحميره، وسكنجبير معلقه صغيره. صافي وفي الاخر درت الزيتون كما قلت لكم، وغادي نخليها تشحر مزيان حتى تبان لكم على تنشف، حيت كتطلق الماء. هذه ملي درتها انا تسلق ما طلقاتش الماء، حيت ملي كديرها كتسلق ما كتطلقش الماء. صافي درت لها القيس ديال الماء فاش طيب، وشديت عليها. وهنا ملي زديت عليها نقصت عليها بوطه وصافي خليتها طيب على خاطرها.
وهنا هي التقليه ديالنا وجدات صراحه جات بنينه مع البطبوط ولا خبز ديال الفران. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ويكون خفيف عليكم. بارك عواشركم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.